السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا اتسألت يعني كنت منزلة فيديو للبطة لما باضت، فجالي سؤال اعرف ازاي ان البطة قربت تبيض. طيب تمام، هنجاوب بقى على السؤال ده. اول علامة واول حاجة قدامك البطة دي، شايفين حلوت ازاي؟ يعني وزنها زاد، ريشها ظهر، بقى لونه كويس، بقى ناعم، ريشها ناعم، جسمها ملا وبقت حلوة كده. ودي شايفين دي بدأت اهي، بس مش زي التانية اللي هي البيضة اللي واقفة قدامكم دي، بس مش زي الايه التانية اللي انا وريتها لكم في الاول، مش زي دي. ماشي، مش زي دي. شايفين بقى دي يعني ماشية بتتحنجل كده، حلوة كده. تعالوا بقى نشوف ايه دي. اول حاجة اللي هي ريشها بينعق، جسمها بيزهر وبيحلو، وزنها بيزيد، بتبدأ تمشي تدنجل كده زي البطة كده، زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي ايه البطة اهي. عشان ما ايه نعرف احنا بنتكلم عن ايه. اشهد ان لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا ايه، والبطة اللي جنبها البيضة اللي هي دي، ودي الابيض في اسود والابيض بس. البطه الابيض في اسود دي اللي هتبيض الاول، دي هتبيض بعدها. فانا عايزاكم تتقارنوا بقى وتشوفوا الفرق. تاني حاجه وشها بيحمر، شايفين وشها احمر ازاي؟ وشها احمر ازاي؟ شايفين وشها؟ وشايفين دي وشها احمر ازاي، ودي وردي شويه. يا رب يكون واضح في الكاميرا. تاني حاجه شايفين الحجم، دي بقت ما شاء الله، وريشها دي بقت ما شاء الله اهي، حجمها اهي، وريشها ناعم. دي يعني بدأت ايه تنعم ريشها كده، وبدأت ايه في الأول كده واحدة واحدة يعني. ماشي. هنيجي بقى بعد كده الصفة الثالثة، اللي هي بقى بنمسك البطة، بنمسكها من جناحتها كده، ايه، ونبدأ في عظمتين ورا اللي هو بينزل من ما بينهم البيضة، او العظمتين اللي هما بتاعت الفتحة اللي هو هتبيض منها. بنتين ماسكينها، نحط ايدينا كده، لقيناها موسعة كده يبقى بدأت، وسعت كده يبقى خلاص، وسعت كده يبقى خلاص، يا صبحة يا مسية. يومين 3 بالكتير يعني. تدخلي دول، خلينا في ال3، دخلي ال3 مرتاحين، تدخلي 3 بين العظمتين اللي هم ورا، تدخلي ال3 مضمومين كده، يبقى خلاص يوم او 2 والبطة دي هتبيض. ماشي. اما بقى لقيتها 2 يبقى هي وسعت. 1 يعني لسه بدأت توسع، 2 وسعت، 3 خلاص بقى، 3 خلاص، 4 بقى يبقى يعني اللي هو ايه هتصبح عليها البيضة خلاص. دول ال3 مواصفات. في صفة ثالثة مش عارفة هعرف اجيبها لكم ولا لا في التصوير، لان البنط مطلوق على السطح من بره. اللي هي العلامة اللي هي بتبقى تحت مكان البيضة، بتبقى زي بيقولك زي والدتي بتقول المحارة بتاعت البطة. ثواني هحاول انها تنزل. شايفين هنا؟ شايفين الحتة دي؟ شايفين الحتة دي عند البطة التانية تعتبر لزقت في الأرض. البطة البيضة مرفوعة اهي، بالرجلها فاضي اهو. ماشي. انما التانية هلف. انما التانية مفيش بالرجلها حاجة. شايفين الدلديلة دي؟ شايفين الدلديلة دي؟ شايفين ايوه، خليكي زي ما انت. شايف هو مكان البيضة بيبقى نازل لتحت كده. طب انا هوريها لكم المكان اللي هو نازل
تحت البيضة ده هعمل لكم عليه سهم. هو ده المكان اللي بيبقى مدلدل كده، بيبقى نزل خلاص، لان بتكون ده مكان البيضة، بتكون بتجهز لنزول المكان اللي هو هيتحط فيه البيضة او هيبقى فيه البيضة. خلاص بقى بتبقى بتجهز للمكان اللي هو هيبقى فيه البيضة. يعني دي مرفوعة اهي، البطة البيضة دي مرفوعة، المكان مرفوع اهو. التانية نازلة خلاص بس مش عارفة اجيبها لكم، هحاول اوضحها لكم في الفيديو ان شاء الله في المونتاج. انتوا شايفين البطة، يعني دي العلامات اللي بتبقى ظاهرة على البطة، تعرفوا بيها ان هي قربت تبيض او لسه معاها شوية، ايوه المكان ده اهو اللي نازل لتحت ده. ويا رب اكون قدرت افيدكم، ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.